الحساب. كنت أحبة الفضلاء في إحدى دول الخليج، وأنا أقول لك هذه المقاطع الثلاث لازم تحفظها: 1 2 3. مقطع في فاطر، مقطع في الزمر، مقطع في يونس. أقسم بالله 3 مقاطع تستأصل مذهبا كبيرا في عيون الناس، وإلا والله هو الصخير. مذهبا كبيرا في 3 مقاطع بس والله أنا ما أريدك تجادل عوامهم، لا، جادل كبراءهم وعلماءهم. قل لهم أبغى أعلم واحد فيكم. هذه الآية أحبتي من رقبتي إلى رقبة كل مسلم. حفظها أولادك زي أسمائهم، واحفظها أنت كاسمك، تقابل فيها أي واحد تستأصل. والله يا جماعة تكون تعال عند أي عالم، أنا ما أقول لك تجادل فيها عامي، لا 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 لا. وأقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إيش بعدها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء. فجلست أنا وياه، هو من الرافضة، يعني مذهبهم وعبادتهم للقبور ويتقربون إلى الله بالشرك. فقلت له كلمات احفظها حبيبي الغالي، والله دقيقتين فقط تنسف بها مذهبا، بل تجعله هو يعلم أنك صادق، ويعلم هو أنه كاذب. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، ليس له شريك جل في علاه. قلت له أنا سأذهب معك وسأسجد لأي قبر تريد، بشرط إما أن تقنعني من كتاب الله أو أقنعك من كتاب الله. يا جماعة هل جرأتي على هذا الكلام يجوز لي أقولها؟ يجوز أقول له الكلام هذا؟ يجوز يا جماعة أقول له؟ اللي يقول يجوز ارفع يده يا جماعة. يجوز، ها؟ الدليل؟ ما نمشي على كيفنا يا جماعة، أن في دليل ولا ما نمشي؟ هذا في نور. طيب أعطيك الدليل. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأن تجادل النصارى قل إن كان للرحمن ولد. إذا أقنعتني أن للرحمن ولد إيش؟ فأنا أعبد، لا، فأنا أول العابدين. تلقاني قبلك في الكنيسة، لكن لن يستطيعوا، لأن الحق إذا جاء ينسف الباطل. عشان كذا الله عز وجل لما قال لهم قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقط كفرتم، قال فأتوا. دين عظيم، قوة في النقاش. تعال أعطني برهانك وأعطيك برهاني، ينسف برهاني برهانك لأنه كلام الله. قلت له تعال بيني وبينك كتاب الله. تدري إيش قال لي؟ قال بس ما تجيب لي من كلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. قلت له إن نطقت لك اسم ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وأسكنه الله في الجنة فرده عليه ولا كرامه. والله ما تسمع مني معلومة منه، كلمة محمد عبد الوهاب ما تسمع. قال ولا ابن تيمية. قلت له ولا ابن تيمية، هب أنهم رحمهم الله لم يوجدوا في التاريخ أبدا. سنرجع إلى كتاب الله فقط. يكفي ايوه ربي يكفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وجاهدهم به جهادا كبيرا. نسف على طول. قلت له الآن ماني مناقشك في معاوية رضي الله عنه وفي أنهم محفظين عيالهم كلهم المظلمة وفاطمة أبدا كل كتب. قلت له والله الآن هب أني أسلم بأن كتبكم كلها صح وأنا وياك متفقين، إيش تبغاني أسوي الآن؟ آمنت، يلا نروح ندعو الحسين والحسن والموتى عليهم رضوان الله. قال نعم. قلت له أنا بعد أن أؤمن بكل كتبكم سأتخبط بين كفر وكذب وشرك. واضح يا جماعة؟ قل لا كلامكم كله كويس وبحار الأنوار وكتبكم كلها صحيحة، لكن تعال نعرض عشان نتأكد دينكم صح ولا لا. بعد ما نؤمن بدينكم نعرض على كتاب الله، والله ستقع في شرك وكفر وكذب، وأنا مدين أن أثبت هذا من كتاب الله.
قلت له هذا الدعاء عند قبر الحسين رضي الله عنه وعند قبور الأموات هذا شرك. تدري ايش قال لي؟ قال لي ما في دليل، هذا بس من عند كلام محمد بن الوهاب عليه رحمة الله. قلت له خذ الدليل، احفظ الدليل الأول. زين يا جماعة، الدليل الأول من سورة فاطر، سجل عندك. ترى يا جماعة مسؤولين نحن عن كلام الله عز وجل أن ننقله. الدليل الأول وشو؟ نص أن هذا شرك. خذ الكلام حبيبي الغالي. يقول الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. حط تحت له الملك كم؟ مليون خط. كمل الآية: والذين تدعون من دونه. الحسين من دون الله، والحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة، كلهم دون الله. الله جل جلاله قال: الله ربكم له الملك. طيب اللي ندعو من دونه إيش لهم يا رب؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون. ما يملكون من إيش؟ من تمرة؟ نواة؟ ما يملكون من قطمير. يعني التمرة نأكلها، النواة نزرعها.